عليكم السلام. شلونك شيخنا المجدد؟ يا أهلا وسهلا، يا هلا بك. وياك منتظر الرافضي اللي اتصلت عليه قبل. يا أهلا ومرحبا، يا أهلا وسهلا، حياك. اخيرا حصلتك. الله يبارك فيك. صار لي فتره 3 اشهر اتصل وماكو، مرات البرنامج مفتوح حتى ما تسوي لان مشغول. الله يسعدك. الله يحفظك، الله يعزك، الله يبارك فيكم. يا أهلا الله وسهلا. يوفقك يا رب. شيخنا عندي سؤالين بلازم عادي؟ لا، سؤال واحد، سؤال واحد، لين في سؤال اتصالات واحد؟ كثيرة. اي زين عادي بالبدايه ابدا مقدمه انه اسال السؤال. لا 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 لا، ادخل مقدمه بس. يعني. لا ادخل بالسؤال جو. خلاص. شيخنا الايه الكريمه في مصحف عثمان المبارك فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مضمون الآية. طيب. بحثت على تفسيرها عندنا احنا الشيعة وما لقيتها، يعني مثلا هاي نسائنا ما تلتزم بهاي الآية ما تنطبق عليهن لو شلون، لأن قبل احتجيت على الرافضيات اكو خاضعات بالقول بالملك، قالوا لي ما يصير تحتج بها علينا لأن تفسيرها ما موجود. زين سؤال، ليش تفسيرها ما موجود شيخ؟ هل هو موجود أو لا؟ ما فهمت. قبل قليل أنا تكلمت مع شخص متشيع عن هالموضوع. عندنا آيات ما موجود تفسيرها، موجودة هاي الآيات. نعم. بس عندنا روايات فسرت أشياء قريبة من هذا النوع، مثل الخضوع بالقول. في روايات كثيرة ترى، والرواية عندنا بمثابة القرآن. يعني عن الأئمة؟ أي نعم، في روايات كثيرة. نعم. زين شيخنا شنو السبب يعني ما نزل التفسير؟ لأن هو التفسير هو نعم. ليس أن الإمام لم يفسر هذه الآية، لا ليس هكذا، بل أن التفسير سقط. مثلا سقط من الكتاب، حذف، أحرق، أتلف الكتاب، تعرض إلى مشاكل كثيرة. هاي المشاكل الكثيرة أخذت منه روايات كثيرة. يعني مثلا كتاب تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام. هذا هو اليوم هو كتاب صغير، إذا تريد تروح تشتريه هو كتاب بسيط نقدر نقول. هذا بالأصل هو مو كتاب صغير، هذا كتاب تفسير قرآن كامل. يعني من المفترض تفسير الإمام الحسن العسكري يصل إلينا مثل كتاب بحار الأنوار، هيك 110 مجلد يصل لنا بهالطريقة. المفروض يوصل 160 مجلد، 170 مجلد، لأن تعرف هذا تفسير قرآن فراح يكون أكثر. يعني هذا تفسير الإمام الحسن العسكري اللي تعرفونه أنتم، كتابه متوسط، هو مو بهالطريقة. الإمام فسر القرآن كله من بدايته لنهايته، وهذا هو